عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وعظيم إحسانه وجوده قد بلغكم شهر رمضان ومكنكم من صيام وأوصلكم إلى هذا اليوم المبارك يوم الفطر لتشكروه سبحانه وتعالى على نعمه وتعرفوا فضله عليكم وجميل لطفه وعظيم إحسانه فتثنوا عليه بما هو أهله وتشكروه سبحانه ليزيدكم متعة إلى متعتكم ونعمة إلى نعمكم وليدفع عنكم بمنه وكرمه وجوده المكروهات والمصائب، فإنه ما من نعمة بنا إلا ومن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولن نستطيع إحصاء نعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أجل النعم يا عباد الله نعمة الإسلام التي امتن الله جل وعلا بها على أمة الإسلام ورضي لها هذا الدين، فقد قال مولانا في محكم الكتاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فانظر يا أخي المسلم إلى نعمة الله عليك وجميل لطفه بك وعظيم امتنانه بما من هذا الدين العظيم.